السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، والفيديو تاعنا يلقاكم بأحسن الأحوال. اليوم جبت لكم آخر المستجدات المتعلقة بالبكالوريا 2026 والمرحلة اللي راه يعيشها حاليا جميع المترشحين عبر كامل ولايات الوطن. في الساعات الأخيرة كثرت الأسئلة والتساؤلات حول واش راه صاري داخل مراكز التصحيح، وهل فعلا انتهى التصحيح، ومتى راح يتم الإعلان الرسمي عن النتائج. في هذا الفيديو راح نلخص لكم كل المعلومات المتداولة من مصادر مختلفة، مع التأكيد أن الإعلان الرسمي يبقى من صلاحية وزارة التربية الوطنية. أول حاجة لازم يعرفها كل مترشح أن أغلب مراكز التصحيح وصلت للمراحل الأخيرة، وعدد كبير من الأساتذة أنهوا عملية تصحيح الأوراق. في بعض المراكز انطلقت مباشرة مرحلة مراجعة العلامات وتجميع النقاط والتأكد من عدم وجود أي أخطاء قبل إدخال المعدلات النهائية في النظام. وهذه تعتبر من أهم المراحل لأنها تضمن أن كل مترشح يأخذ حقه كاملا. الكثير من التلاميذ راهم قلق، خاصة بعد انتشار إشاعات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. مرة يقولوا النتائج غدا، مرة يقولوا الأسبوع القادم، مرة يحددوا تاريخ معين بدون أي مصدر رسمي. لذلك نصيحتي لكم لا تصدقوا أي خبر حتى يصدر بيان رسمي من وزارة التربية الوطنية، لأن أي موعد آخر يبقى مجرد توقع فقط. أما بالنسبة لمستوى الأوراق فحسب الانطباعات الأولية كانت هناك فروقات بين الشعب والمواد. ففي شعبة العلوم التجريبية مادة العلوم الطبيعية كانت في مستوى متوسط، لكن بعض الأسئلة احتاجت إلى تحليل جيد. لذلك التلاميذ اللي حضروا بطريقة صحيحة كانت نتائجهم أفضل من غيرهم. أما الرياضيات فما زالت تعتبر من أهم المواد التي اختلف حولها التلاميذ، لأن المواضيع كانت طويلة وتحتاج إلى تنظيم وقت، والكثير لم يتمكن من إنهاء جميع التمارين. لكن هذا لا يعني الرسوب، لأن التصحيح يعتمد على منح النقاط، لكن خطوة صحيحة. وحتى الإجابات الغير كاملة يمكن أن تمنح صاحبها نقاطا مهمة تساعده على الوصول إلى معدل. وفي الفيزياء أكد عدد من الأساتذة أن المواضيع لم تكن سهلة بالنسبة للجميع، خاصة التلاميذ المتوسط، لكن أصحاب التحضير الجيد تمكنوا من تحقيق علامات ممتازة. لذلك لا تحكم على نتيجتك من الآن، فقد تكون علامتك أفضل مما تتوقع. أما التاريخ والجغرافيا فكانت هناك أسئلة مختلفة عن توقعات عدد كبير من التلاميذ، لكن رغم ذلك سجلت بعض الأوراق علامات مرتفعة جدا، خاصة عند الذين اعتمدوا على الفهم والتحليل وليس على الحفظ فقط. بالنسبة لشعبة التقني الرياضي فقد كانت الرياضيات والفيزياء هما أكثر المواد التي أخذت وقتا وجهدا أثناء الامتحان، بينما كانت اللغات الأجنبية في المتناول أغلب المترشحين، وهو ما قد يساهم في رفع معدلات كثيرة منهم. أما شعبة الآداب والفلسفة فقد أبدى عدد من الأساتذة ارتياحهم للمستوى العام للأوراق، خاصة في الأدب العربي والفلسفة، ويتوقع أن تحقق هذه الشعب نسب نجاح جيدة مقارنة ببعض السنوات السابقة. وفي شعبة تسيير واقتصاد كانت الفلسفة من المواد التي حققت نتائج إيجابية، بينما احتاج الاقتصاد إلى تركيز كبير. لذلك اختلفت العلامات من مترشح لآخر حسب طريقة الإجابة وفهم الأسئلة. كذلك اللغات الأجنبية سواء الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية فقد كانت نتائجها مشجعة في أغلب الشعب، وهو ما قد يساعد عدد كبير من التلاميذ على تحسين معدلاتهم النهائية. ويبقى أهم شيء هو أن التصحيح لا يعتمد فقط على الإجابة النهائية، بل يمنح المصحح نقاطا على خطوات الحل والأفكار الصحيحة. لذلك حتى إذا شعرت أن لم تكن إجابة فلا تفقد الأمل، لأن كل نقطة قد تصنع الفارق.
في المعدل النهائي. أما بخصوص موعد إعلان النتائج، فالجميع ينتظر البيان الرسمي من وزارة التربية الوطنية، وحسب التوقعات المتداولة فإن النتائج قد تكون خلال الأيام الأولى من شهر جويلية، لكن يبقى التاريخ الرسمي هو المعتمد. لذلك تابعوا القنوات الوطنية والصفحات الرسمية فقط، ولا تعطوا أهمية للإشاعات التي تنتشر كل يوم. وفي الأخير أقول لكم، كل مترشح لقد اجتهد طوال السنة كاملة. الآن لم يبقى إلا الصبر والدعاء. أكثروا من الاستغفار والدعاء، واسألوا الله أن يكتب لكم النجاح والتوفيق، ولا تجعلوا القلق يسيطر عليكم، لأن ما كتبه الله سيكون خير لكم بإذن الله. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، واكتبوا لنا في التعليقات من أي ولاية تتابعوننا، وهل أنتم متفائلون بنتائج البكالوريا؟ نسأل الله أن يفرح جميع المترشحين، وأن يرزقهم النجاح والمعدلات التي يتمنونها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.